تحضيرات الجيش السوري وقوات صقور الصحراء بلغت ذروتها في عملية ريف السلمية الشرقي. تحت جنح الظلام تتجمهر مجموعات الاقتحام وتتجهز لتلبي ما ستحققه الرمايات التمهيدية، والتي جمعت كافة صنوف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من دبابات ومدافع من عيارات مختلفة. نلاحظ الآن القوة بدأت تقتحم المناطق. طبعا بالبداية سيكون هناك السيطرة بالبداية على التلال الحاكمة والمشرفة على بلدة عقيربات وعقارب. طبعا هي الغاية الأساسية والهدف الأساسي من العملية. إذا ما انتقلنا إلى المحور الآخر نلاحظ التمهيد الناري على القرى المحيطة في هذه المنطقة. محاور عدة كانت منطلقا لتموضع ضربات الجيش السوري وقوات صقور الصحراء على التلال الحاكمة لطريق أثريا السلمية. كثافة نارية حطمت معظم الأهداف التي وضعتها مجموعات الرصد والاستطلاع، مما أضعف قدرة المسلحين على المناورة وأفسح المجال أمام القوات البرية للتقدم وبسط السيطرة على تلال شهر. هذه التلال التي سيطر عليها الجيش السوري وقوات صقور الصحراء منذ قليل. نلاحظ كيف تتركز الآليات وتتخذ قواعد عسكرية للانطلاق باتجاه العمق. هناك توجيهات من القيادة العسكرية في سوريا بمتابعة وملاحقة العصابات الإرهابية، والحمد لله اليوم أوكلت إلى قوات الصقور بالمسير في طريق شيخ هلال العقيربات، والحمد لله كانت اليوم المهمة بإذن الله سهلة على قوات الصقور، ثم إعادة السيطرة على شهد 9 وشهد 10. أهمية استراتيجية وميدانية أرادها الجيش السوري من كسب المناطق المتاخمة لطريق السلمية أثريا خناصر، بدءا بقدرة هذا الطريق على قطع إمدادات تنظيم داعش من محاور ريف الرقة ودير الزور وصولا لريف حما، كما يسهم في تأمين منطقة الشيخ هلال التي كانت منطلقا لهجمات مسلحي داعش لقطع طريق أثريا السلمية.